بتمر علينا مواقف في حياتنا بنحس فيها بالخوف، او بنشوف ناس في حياتنا بيخافوا جدا من حاجات عاديه، واكيد كلنا بنخاف لان الخوف غريزه انسانيه طبيعيه، والشعور اللي احنا بنحس بيه ده هو الفوبيا. السلام عليكم، اهلا بكل الناس في كل مكان، ودي حلقه جديده من برنامج لكل الناس. يعني ايه فوبيا؟ الفوبيا هي كلمة يونانية الأصل، وهي القلق أو الخوف المتواصل من شيء معين أو موقف معين أو نشاط معين. بمجرد حدوث الموقف ده أو بمجرد حتى إنك تفكر فيه. أكيد دلوقتي أنت بتسأل الفوبيا ليه بتحصل؟ أو إيه هي أسباب الفوبيا؟ أول سبب من أسباب الفوبيا هو السبب الجيني، والسبب ده أنت مالكش علاقة بيه، وهنا الفوبيا بتحصل نتيجة انتقال الجينات من الآباء للأبناء. يعني لو الاب مثلا عنده فوبيا من المرتفعات، فممكن الابن برضه يبقى عنده فوبيا من المرتفعات. والعامل الوراثي هو المسؤول عن 75% من حالات الفوبيا. تاني سبب هو العوامل البيئيه والاجتماعيه او التجارب القديمه، وهنا الفوبيا بتحصل نتيجه تعرض الشخص لموقف معين او موقف قديم مع الفوبيا. فمثلا لو انت في يوم من الايام كنت نايم وحلمت بحلم فظيع جدا، حلمت انك وقعت من فوق برج مرتفع جدا، فبمجرد انك بتروح اي مكان مرتفع بتخاف جدا وبتفتكر الحلم اللي انت وقعت فيه من فوق برج مرتفع، وساعتها بتتكون عندك فوبيا تلقائيه من المرتفعات. فالفوبيا هنا ناتجه عن موقف قديم ليك مع الفوبيا، وممكن يكون الموقف ده حلم. بعد ما خلصنا اسباب الفوبيا، خلينا نتكلم عن انواع الفوبيا. في انواع كتيره من الفوبيا، منها الفوبيا العاديه زي اللي بنشوفها في حياتنا على طول، زي فوبيا القطط والكلاب، انك تكون بتخاف من القطط والكلاب، او انك تخاف من دكتور السنان، او انك تخاف من الضلمه، او انك تخاف من الوحده، او انك حتى تخاف من المرتفعات. وفي الفوبيا الاجتماعيه زي انك تخاف من الكلام قدام الناس، او انك تخاف من الوقوف على المسرح، او انك تخاف مثلا تقعد في وسط ناس كتير. وفي بقى انواع غريبه جدا من الفوبيا زي النوموفوبيا او النو موبايل فون فوبيا، والناس اللي عندهم النوع ده من الفوبيا بيخافوا جدا بمجرد ان موبايلهم يفصل شحن، او ان هم مثلا ما يكونش عندهم واي فاي في الموبايل، وبيخافوا برضو ان موبايلهم يتسرق او ان هم ينسوا موبايلهم في اي مكان. والناس اللي عندهم النوع ده من الفوبيا بمجرد ما بتسحب منهم الموبايل بتبدا تظهر عليهم اعراض زي الملل والاكتئاب والوحده، وممكن توصل للانتحار. واكتر فئه عمريه عندها النوموفوبيا هي فئه الشباب من 18 ل 24 سنه. خلونا ننهي بقى انواع الفوبيا بنوع مضحك جدا وطريف جدا، وانا عارف انك ممكن حتى ما تصدقش ان النوع ده موجود. اول نوع هو التروفوبيا او فوبيا الجبنه، والناس اللي عندهم النوع ده من الفوبيا بيخافوا وبيترعبوا جدا بمجرد ما بيسمعوا كلمه جبنه او بمجرد حتى التفكير فيها. تاني نوع من الانواع الطريفه معانا من الفوبيا وهو الدايبنوفوبيا او فوبيا الكلام اثناء الاكل، والاشخاص اللي عندهم النوع ده من الفوبيا بيخافوا ان هم ياكلوا مع الناس عشان ما يتعرضوش لموقف الكلام مع الناس اثناء الاكل، ومن كتر خوفهم من الموضوع ده بيضطروا ياكلوا لوحدهم. فخلي بالك بقى وانت بتاكل ما تتكلمش كتير، عشان ممكن ناس حواليك تكون عندها الدايبنوفوبيا. انا مش عارف تاكل وانت ساكت ازاي، بس كل وانت ساكت. بعد ما خلصنا انواع الفوبيا، خلونا نعرف اهم حاجه في فيديو النهارده، وهو ازاي نعالج الفوبيا. في طرق كتيره لعلاج الفوبيا، ولكن افضل الطرق الفعاله لعلاج الفوبيا هي المواجهه الصريحه للمخاوف اللي عندك او الفوبيا اللي عندك. يعني لو افترضنا انك عندك نوع معين من الفوبيا، فبتبدا انك تواجه النوع ده من الفوبيا. مثلا واحد عنده فوبيا من الكلاب، فبيبدا يتجرأ ان هو يمشي جنب الكلاب وما يهربش منها، وبعد فتره من المواجهه الصريحه للفوبيا هتقضي عليها تماما، واحتمال كبير تختفي من عندك. وفي حاجه مهمه جدا لازم نقولها، لو عندك اي نوع من انواع الفوبيا ما تخليش الفوبيا دي تسيطر عليك، وخليك فاكر انت اقوى من الفوبيا. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. ما تنساش عجبك الفيديو تعمل لايك عشان ده بيشجعنا جدا ان احنا نكمل. ما تنساش تعمل شير للفيديو مع كل الناس في كل مكان، لان الموضوع ده مهم جدا وبنشوفه كتير في حياتنا. ولو عايز تشترك في القناه بقى اشترك عشان نوصل 10,000 مشترك. وفي النهايه ما تنساش ايجيبيديا لكل الناس.